السباح التونسي أسامة الملولي يصنع الحدث في بكين ويهدي العربة الذهبية الأولى في سباق 1500 متر. الأمريكي مايكل فيلبس يحرز الذهبية الثامنة ويحتم رقم مواطنه مارك سبيتس المسجل منذ 36 عاما. والعداءة الرومانية كونستانتينا توميسكو تتفوق على بطلة العالم الكينية كاثرين ديريبا وتنتزع ذهبية سباق الماراثون. مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة اخبار اولمبياد نقدمها لكم من قناة الجزيرة الرياضية في قطر. حقق السباح التونسي أسامة الملولي إنجازا تاريخيا بإحرازه الذهبية الأولى للعرب في ألعاب بكين 2008. إنجاز الملولي جاء جنبا إلى جنب مع إنجاز عالمي آخر حققه الأمريكي مايكل فيلبس بإحرازه الميدالية الثامنة لأول مرة في تاريخ الألعاب، محتما الرقم القياسي لمواطنه مارك سبيتس. تفاصيل هذين الإنجازين في تقرير الزميل صفوان بوشنب مفادنا إلى بكين. أسامة الذي جرد ذهبية وفضية في بطولة العالم العام الماضي بملبورن الأسترالية لم يكن رده سوى ميدالية ذهبية أخرى في ألعاب بكين، يقول من خلالها: قفزت في الماء بحثا عن الذهب. ميدالية أثلجت صدر كل عربي حر، ولكنها أيضا كانت بلسما لأولئك الذين آزروا ودعموا البطل وشاركوه معاناة محنته. إن شاء الله هذه معناتها تنحي لنا عقدة التتويج العالمية والتتويج الأولمبية، وإن شاء الله معناتها الشباب التونسي والشباب العربي يوصل ينسج على منوالي، وهذاك واجب بالنسبة لي لكونه واحد يكون قدوة للشباب اللي طالع. مبروك لأسامة، مبروك لتونس، مبروك للعرب يعني كلهم، وان شاء الله ربي يمتعوا بصحه الابدان ونتيجه ثمره عمل كبير ياسر، تضحيات كبيره ياسر، وربي يوفقه ان شاء الله، وعقبال اولمبياد 2012 ان شاء الله. الإنجاز غير المسبوق كان بطله نجم السباحة الأول دون منازع الأمريكي مايكل فيلبس الذي حقق الذهبية الثامنة خلال ألعاب أولمبية واحدة حين حصد ذهبية سباق 100 متر تتابع مع منتخب بلاده، محطما سجل مواطنه مارك سبيتس في أولمبياد ميونخ عام 72 ب7 ميداليات. فيلبس وإن حطم رقم مواطنه فقد أبقى على سجل الولايات المتحدة الأمريكية في القمة، ووضع سقفا سيصعب الوصول إليه حتى تنجب أحواض السباحة الأولمبية نجما استثنائيا يتفوق على فيلبس وما أصعب مهمته. لقد عملنا جميعا بجد لنصل إلى ما نحن عليه الآن، وأنا مدين لفريقي بالميدالية الثامنة والإنجاز، وأقول إن كل لحظة قضيتها هنا سوف لن أنساها ما حييت. إنجاز تاريخي عربي سجله التونسي أسامة الملولي بإحرازه ذهبية 1500 متر، وإنجاز تاريخي عالمي سجله الأمريكي مايكل فيلبس بإحرازه الذهبية الثامنة في نهاية منافسات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية بكين 2008. صفوان بوشنب، الجزيرة الرياضية، بكين.